يا صباح الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل. أنا ليه بقول صباح الفل؟ لأن إحنا لسه عندنا الوقت في الصباح الساعة 6، بس معرفش في دبانة مضايقاني برضو كالعادة مش عارف ليه. قلت أنزل أتمشى شوية وآخدكم معايا في الجولة، عشان يعني نشجع الناس اللي هي بتذاكر والناس اللي هي لسه أول مرة تفكر في الهجرة، أو أول مرة تفكر في استراليا بشكل عام، إن هي تشوف الدنيا ماشية إزاي وتشوف الأوضاع، يعني كنوع من الجولة كده. وفي نفس الوقت احنا بنوثق اللحظة لنفسنا، يعني لنفسي أنا شخصيا. أنا من الفانز ليا بحب دايما أتفرج على نفسي يعني. Here I come. Here I come. وفي ذبابة مش عارف اهدي بقى، اهدي يخرب بيت شكلك. بس قلنا بقى ايه، نتمشى وندردش مع بعض. انا تقريبا يعني معظم الكلام في الهجرة اتكلمنا فيه وشجعنا الناس يعني. بس انا دلوقتي ما زلت مصمم ومصر في ان انت تكمل مشوارك، لازم تكمل مشوارك. انا عارف الدنيا صعبة وان انت توفق ما بين الشغل وتوفق ما بين المذاكرة وتوفق ما بين الاسرة، دي حاجة يعني انا مقدر ده، وحاجة صعبة فعلا. ومفيش حاجة في الدنيا اسمها صح مطلق ولا غلط مطلق. انت بتحاول تعمل اللي عليك في ان انت يعني تاخد بالاسباب، واللي فيه الخير ربنا هيقدمه، سواء يعني بره بلدك او في بلدك. انت ما تعرفش الخير ايه وما تعرفش ايه بكره، ولكن في نفس الوقت برضو ما ينفعش ان انت يعني تقعد وتتكاسل او تتغافل عن المستقبل او عن كل حاجه. طبعا بيد الله. احنا قلنا ان احنا بناخد بالاسباب، ولما نقول ان احنا بناخد بالاسباب ده لا يعني اطلاقا في ان في اي تعارض مع الخير اللي ربنا كاتبه لك. انت بتعمل عليك، بتبدا بتشوف، بتحط خطه. يعني انا مش بقول لك يعني حط خطه اداره مشروع كامله، يعني انا بقول لك حط خطه ان انت عندك هدف في الثلاث اربع سنين اللي جايين دول. دول يعني انت عامل حسابك ان انت لازم هتتحرك. طيب هل انت لما تتحرك، هل ده هيكون يعني افضل حاجه ليك يعني كمستقبل ليك ولاولادك؟ لا احد يعلم الغيب الا الله. انت بتتحرك وبس، مش مطلوب منك اكتر من كده، علشان ما تجيش في يوم من الايام لما يحصل معاك دروب او يحصل معاك اي حاجه تقول الله، مش ده اللي احنا كنا متفقين عليه يا جماعه. انا كنت متفق اذاكر واتعب بس بعدها هرتاح. ما احنا برضو متفقين ان الدنيا دار شقاء، وانت بتاخد بالاسباب في اللي يسبب لك الراحه النفسيه بشكل عام ليك ولاسرتك. يعني انا بس عايز اوريك المنظر وصفاء الجو هنا يعني عامل ازاي يعني. بس انا يعني ايه، انت بقى تخيل بقى زي ما انت عايز. وطبعا انا يعني لا استطيع ان الوم احد في قراراته، سواء هو قرر ان هو يهاجر او يفكر في الهجرة ولا لا، او يسافر بشكل عام. لكن انا يعني بما ان انا بحب دايما اوثق اللحظات، وبحب ان انا يعني اقول للناس الخير بدون بقى دخول في وانا مالي، مع كل واحد، كلنا بالغين عاقلين وكل واحد ادرى بمصلحته. انا بحب اشير الخير ده. الخير ده هينفعني في حياتي وفي مماتي، محدش عارف بكره في ايه. و يعني الخير لا ينتهي يا صديقي. فانا لما بقول لك الكلام ده، انا ما اقدرش ان انا الوم حد في ان هو كل واحد عنده معتقداته، كل واحد عنده اهدافه. ما نقدرش ان احنا نلوم حد على اي حاجه. لكن بما انك انت جيت هنا في الفيديو، فده معناه ان انت مهتم،
مهتم بقى تشوف المناظر، مهتم ان انت تاخد قرار. وانا مصر يعني ان شاء الله قريبا هنقابل ناس هي بدأت تتفرج معانا على الفيديوهات او فيديوهات الاخوة الافاضل الباقيين، علشان ياخدوا جرعة امل وان هم يكملوا، وان هم مش في الطريق لوحدهم. احنا جنبكم دايما، بنقول لكم على اي ابديت. يمكن احنا عندنا هنا في القناة انا مش بهتم شوية بالامور يعني اللي هي القانونية والحاجات اللي هي اعتقد ان في ناس افضل مني فيها، وفي مستشارين هجرة ولو عايزوا تتكلم مع مستشار هجرة هو في النهاية موجود في الوصف، او انت مستشار تعليمي برضه موجود في الوصف. لكن انا دلوقتي بنقل لك الحياة بالتجارب بتاعتي انا الشخصية، اللي ما ينفعش برضه ان انت تاخد بشكل كامل هي الحياة، علشان محدش يجي في يوم من الايام يشتمنا يعني. anyway خلينا نكمل الطريق بتاعنا واوريكم بقى ده يعني المكان اللي انا ماشي فيه ده. اللي هناك ده اسمه شارع، ده حي اسمه ويكام تقريبا. انا ساكن في حي دنجر ده مؤقت يعني. والمفروض ان المكان اللي احنا ماشيين فيه ده اللي هو الكورنيش، وهينتهي بعد كده بالمحيط. وتعالوا نقلب الكاميرا ونشوف يعني ايه الدنيا. شيل وشك ولا مشيلش وشي؟ تنساش لازم تذاكر، ما عندكش بديل. بس وده المنظر اللي انا كنت مخبيه عنكم بس كان لازم نبدا البدايه دي. وهو ده الناس بتجري اهي. طبعا يا جماعه الساعه دلوقتي الساعه 6 الصبح، الشمس لسه هتطلع. وده منظر البنايات والشكل حوالين اهو. يعني ده جزء متفرع، قناه كده متفرعه من المحيط. واللي احنا ماشيين عليه ده بقى كورنيش. وهو ايه، في بقى في بقى كافيهات، في مطاعم، في جلسات، وفي كيدز اريا. انا لسه اول مره امشي فيه يعني، لكن كان حاجه زي دي متوقع، فكله بقى بيجري. وانا قلت احاول اقتدي بالناس في الخير. فقلنا بقى نستغل الفرصه ونتمشى مع بعض ونتكلم مع بعض ونشجع بعض. ليه انا بقول نشجع بعض؟ لان انا في يوم من الايام، وحتى ده انا بكررها كتير يعني، بس يعني انا بفترض دايما ان في ناس جديده بتشوف القناه. يعني الناس القديمه هي دلوقتي بالنسبه لها يهمها ان هي تشوف تشوف المنظر وتشوف الحاجات الجميله دي عشان تتشجع وتتحمس. ولو في واحد، مش عايز اقول كلمه تضايقك، بس لو في واحد يعني متكاسل، انت عارف البديل الكلمه دي هي ايه، يقوم يتكسف على دمه، يقوم يذاكر، يقوم يكمل الطريق. هو انت يا ابني فاكر ان انت لو الموضوع سهل كان وصل لك اصلا؟ هو انت متخيل ان مفيش غيرك؟ الدول العربيه كلها ما تجيش ربع الهند ولا الصين يعني، قلت او كثرت ايا ما يكن. فالدنيا لو سهله، بلد زي الهند او الصين صحيح هم في منهم كتير هنا، بس كانوا كلهم هيكونوا موجودين هنا. فلازم تعرف ان انت شخص مميز، والشخص المميز ده لازم يتعب ولازم يذاكر ولازم يجتهد ولازم يمر بتحديات، ولازم يبقى طالع من الشغل قرفان، ينام ساعة يقوم تاني علشان يذاكر، يظبط ورقه ويظبط تقييماته، يصبر، يقدم مرة واثنين وثلاثة، ويقوم ويقع ويقوم ويقع عشان يوصل. عشان انت شخص مميز، انت اللي قررت تكون مميز. وما دام انت قررت تكون مميز فلازم تتحمل نتيجة اختيارك. وطبعا الشخص المتميز اكيد بيحصل على حاجات مميزة، اكيد مش هيبقى شخص عادي يعني. بس مش عارف اقول لك ايه، انا مش عارف يعني اخليك تذاكر ازاي يعني احنا عملنا كورس وهتلاقيه برضو موجود في الوصف، ودخلنا تحدي مع الناس. قلنا لهم يا جماعه يعني اللي هيذاكر وهيجيب الدرجه بلس 79 هنرجع له فلوسه. انا كمان مش هنرجع له فلوسه، هنديله كمان $100 زياده.
ويعني مش عارف اعمل ايه. يعني انا مش عارف اعمل لكم ايه، يعني اجي اذاكر مكانكم ولا اعمل ايه؟ ما تقوم يا تفز يوم ذاكر يلا. يلا ما يصحش كده حد يسيب حد يسيب الجمال ده علشان هو مش عارف يحفظ قطعتين ولا ثلاثه في الريدنج ولا في الريبيت سنتنس والكلام الجميل ده. احفظ يا باشا، احفظ، ذاكر، احفظ حتى لو انت مش فاهم. شوف الاسئله، عيد الاسئله مره واثنين وثلاثه. خليني اعمل معاك يعني زي اتفاق كده. يعني جرب. خلينا نقول يا عم انت مستعجل، انا عارف كل واحد بيبدا في مرحله اللغه الانجليزيه بيبقى مستعجل وبيبقى يعني عايز يقول لك بص بقول لك ايه هندسه. انا من الاخر كده، تعالوا كده نروح على الكورنيش. يقول لك انا من الاخر كده هندسه، انا مش عايز الانجليزي ده ياخد معايا اكتر من شهر شهرين. طب ليه يا ابني؟ ليه يا حبيبي؟ انت لسه مستواك A1 ولا A2 ولا حتى ليه عايز الحكايه؟ ليه عايز المسلسل كله يخلص في الحلقه الاولى؟ ليه ما تدي لنفسك فرصه؟ ادي لنفسك فرصه انك تذاكر، ادي لنفسك فرصه انك تحاول، ادي لنفسك فرصه ان انت تعمل بدل الموكب 1 و2 و3 و4 و5 و10. يعني ليه عايز تخلص المسلسل كله في حلقه واحده؟ علشان كده انت بتيجي بعد شهرين بتاخدك الثقه وتقول لك بص بقى انا هدخل الامتحان. طيب تيجي تدخل الامتحان تلاقي نفسك جبت 45 اللي هو اصلا ما جبتش حتى الحد الادنى اللي يخليك تفتح اي او يخليك تفتح الملف عشان التقديم. هل تفتكر انت بعد كل الكلام اللي انا بقوله لك ده انت هترجع تذاكر وهتبقى بقى مهتم ومتحمس ويلا بينا؟ اطلاقا حبيبي. اقل بالميت هتنام في البيت 6 شهور. فليه يا ابني ما كنت يعني كنت الشهرين دول مع الستة وذاكرت 8 شهور على الاقل كنا ضمننا جبت 63 64 65. يبقى انت كده بتتحمس لحاجه افضل وهكذا. فما تحبطش نفسك. ابدا الحكايه انها مسلسل. المسلسل ده حلقه بتسلم حلقه. انا خلصت الحلقه الاولى النهارده، الحلقه الثانيه الثالثه لغايه لما توصل الحلقه ال15 او الحلقه ال30. كل واحد وعلى حسب مستواه وكل واحد على حسب ظروفه. ليه انا بقول لك الكلام ده؟ لانك انت بتبدا يعني هتبدا متحمس جدا ومبسوط وكده، وهقابلك السنه اللي بعدها وانت في حياتك كلها ما ذاكرتش الا شهرين. هل من المنطقي ان يبقى في واحد مستواه اقل من A1 او A1 ويبدا يذاكر ويبقى عايز بعدها ب3 شهور؟ مش هينفع يا جماعه. حتى لو الامتحان الاستراكشر بتاعه واضح ومعروف البدايه والنهايه فين، مش هينفع. لازم من الاخر كده، من الاخر يعني لازم تتألم شهرين 3 لغايه لما تدخل في المود. اول ما هتدخل في المود هتبقى مذاكرتك للاسئله كلها ما هي الا روتين يومي انت بتعمله. انا اعرف واحد قبل كده كان مستواه تحت الA1 وما شاء الله وصل لبلس 79. بس هل تعتقد ان هو وصل لبلس 79 في شهر؟ اطلاقا. ده قعد حوالي سنه ونص ودخل الامتحان مش عارف 6 مرات او 5 مرات، بس كان عنده هدف. الحافز دايما هو اللي بيوصلك لاهدافك. علشان يا اخي عشان حتى تثبت لله طبعا اولا يعني ان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وما يجيش واحد يقول لي يا عم ده بلاد بنت 60 في 70. انت حر، ده رايك، اركن انت على جنب. انا بتكلم دلوقتي عن الناس اللي هي واخده قراراتها. اثبت لنفسك ان انت شخص ناجح، ان انت قادر تعمل الحاجه دي. ودايما خلي عندك مبدأ واي نوت. يعني ايه واي نوت؟ يعني انت ربنا يا اخي ميزك عن واحد هو اصلا يعني شغله ومهنته ووظيفته مش موجودين اصلا في الهجرة. يعني هو ما عندوش الاوبشن بتاع ان هو يذاكر، فانت ربنا ميزك عنه. فليه ما تاخدش من مبدأ واي نوت؟ خلاص انت عندك ميزة استغلها يا سيدي. لما ربنا يكرمك وتيجي لك الهجرة وتهاجر، انا حتى ما بقتش احب اسميها هجرة، وتسافر وتقعد وتشتغل وتعافر مرة واتنين، يا سيدي لو ما عجبكش ارجع مفيش مشكلة واقعد وتبقى انت ايه. علشان يعني احنا يا جماعة بنندم على الحاجات اللي احنا ما عملناهاش مش الحاجات اللي احنا عملناها. ده ملخص القول.
انت لما هتكون عملت وجيت تقول والله انا بص انا بذلت مجهود وعملت اللي عليا وانا كده راضي ومستمتع بحياتي وعملت اللي عليا. لكن انت لو ما عملتش هتلاقي كل شويه بيجي لك صراع مع النفس، والصراع مع النفس ده غالبا هيجي لك لما ايه، لو الدنيا يعني جت عليك شويه، راتبك قل، شغل مش احسن حاجه، بتدور على شغل، عندك مشاكل مع مديرك، الحي اللي انت فيه او البلد اللي انت فيها لو كنت بتصرف مثلا اكس بقيت محتاج تصرف 5 اكس، وهترجع تقول يا ده انا كان في حلم قديم المفروض ارجع له، هيبقى اصعب 5 اكس 5 اكس من ان انت من اللحظه اللي انا بقول لك عليها دلوقتي دي، في ان انت ابدا اضحك على نفسك. يعني ايه اضحك على نفسك؟ يعني ادخل الموضوع كانه جيم، لعبه الحياه. انا داخل بذاكر انجليزي لمده سنه. هقول لك على حاجه، حتى لو انت متاكد مليون في الميه ومستواك كويس وعارف انك هتجيب درجه كويسه، اضرب دايما المده في 3 اكس. يعني لو انت عارف، خلينا اقف شويه واجيب لكم على المركب الجميل ده. يعني لو انت عارف ان انت هتخلص موضوع الانجليزي ده وتجيب بلس 79 او بلس 65 تاخد 10 درجات 10 نقط او 20 نقطه، هتخلص الموضوع ده في شهرين، حط لنفسك 6 شهور. عندك احساس انك هتخلص الموضوع ده في 6 شهور بناء على مستواك، حط لنفسك سنه و3 شهور. ليه بقول لك الكلام ده؟ علشان تبقى ماشي بخطه واضحه، وكل يوم بتزداد شغف، وكل يوم بتذاكر. هل معنى كلامي بص عشان احنا بني ادمين، سيبك بقى من الكلام المثالي ده، هتيجي ممكن تقعد اسبوعين 3 4 ما تذاكرش اصلا، وممكن في اسابيع تانية تنسى اصلا ان انت كنت بتهاجر، ده طبيعي جدا. بس يعني دايما لما تيجي ترجع خلاص بترجع هتلاقي انت عارف هي عامله زي ايه؟ زي واحد مثلا ساب السباحه كان مثلا بينزل حمام السباحه كل يوم او كل يومين، فايده واخده ان هي ايه، خلاص بقت الميه خفيفه عليها، ففجاه سابها 3 شهور. لما بيرجع بيقعد مثلا يومين 3 كده، بيحس ان هو اصلا لو كان هو بياخد مرتين 3 4 تلاقيه بياخدهم مره بالعافيه والميه تقيله. ده برضه اللي هيحصل معاك لما ترجع، هتبقى محتاج ان انت تلين من جديد. فطبعا بس هتستمر، هتكمل، وهتقع وهتقوم وهتقع. هو ده حلاوه الرحله. استمتع بالتفاصيل الصغيره، استمتع ان انت لو انت خلصت النهارده مثلا 30 سؤال او 10 اسئله او 5 اسئله ايا ما يكن، هو ريبيت سنتنس ولا فيل ان ذا بلانكس ولا وات ايفر، ايا ما يكن هو السؤال ايه، استمتع، كافئ نفسك واتبسط. طيب هو انت هندسه كل ما تيجي تكلمنا تقعد تكلمنا عن انجليزي؟ عشان هو ده الحل. الانجليزي بياتي في المرتبه الاولى فتحل كل مشاكل، حتى بيحل مشاكل الخبره. يعني انت حتى لو ما خدتش نقط في الخبره، ما هو انت واخد لو انت طبعا قفلت الانجليزي البي تي اي اكاديميك او البي تي اي كور، لو انت يعني مقرر لكندا، فانت خدت 20 نقطه بالنسبه لاستراليا، ولو شديت حيلك كمان وذاكرت الناتي هتاخد 5 نقط. الناتي ده اللي هو امتحان ترجمه. ولو زوجتك شدت حيلها وجابت بلس 50، بلس 50 طبعا على النظام القديم يا جماعه، انا بقول بلس 50 اللي هو خلاص اللي هو الحد الادنى يعني، هتاخد كمان 5 نقط. فانت معاك في الانجليزي 30 نقطه، فانت بتعتبر وقتها ان انت خدت 20 نقطه في الانجليزي و10 في الخبره. انت خلاص يا باشا كده اتعشت. الف 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 مليون مبروك على الدعوه. تمام. انا بقول لك كمان انت حتى لو جبت 10 نقط في الانجليزي، كل واحد على حسب الوظيفه، كل واحد على حسب الخبره بتاعته، هيقدر باذن الله ان هو جود مورنينج، ان هو يقدر ان هو ربنا يكرمه ويجيله الدعوه. ميزه الناس هنا ان هي ماشيه كده. شفت انت لما تكون في البلد كده السلام عليكم السلام عليكم، يعني عادي كنا ماشيين اقول لك ويتكلم ويضحك معاك عادي، مفيش اي مشكله خالص يعني. والناس بتجري وهي قلعه والناس يعني بص الدنيا هنا يعني زي الفل يعني. بس يا سيدي يعني انا نفسي اطول اكتر من كده،
هفكر هعمل جزء تاني عشان نكمل الكلام الحلو ده، عشان واضح كده ان الواحد الصبح كده بيفوق والدنيا بتبقى في اللذيذ منه يعني. وفي ناس اهي قاعده بتصطاد. طبعا يا جماعه الكلام ده كله انا بتكلم لكم الساعه 6:15. طبعا 6:15 عندنا ده احنا كنا يعني بنكون بنحاول ننام يعني. بس ذاتس ات. الى هنا ننتهي للجزء ده عشان نبدا بقى في فيديو جديد ومعركه جديده، ولسه طبعا في تحديات لما تيجي ان شاء الله يعني نتكلم عليها في فيديوهات لاحقه. سكن وايلخ 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 وايلخ. وبس يا سيدي، يلا 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 يلا، السلام عليكم. لا استنى، قبل السلام عليكم انا لازم اختم. طبعا الناس اللي هي الناس الشقيانه والناس التعبانه والناس اللي بتذاكر بجد، يعني قوم فز ذاكر، اعمل اللي عليك، هانت. انت قادر بجد والله العظيم، انت قادر. انا لو مش عارف ان انت قادر ان انت تذاكر وتكمل ايا ما يكون المده بتاعتك، شهر او سنه او سنتين، انت قادر ان انت توصل، قادر ان انت تقف في نفس المكان اللي انا واقف فيه ده وتقابلني طبعا يعني. قادر اتحداك ان انت قادر، لان زي ما انا قادر وغيري قادر انت كمان قادر. بس كل الحكايه اللي بتفرق ان في واحد ممكن يوصل الشهر ده، في واحد ممكن يوصل الشهر اللي بعده، السنه اللي بعدها، بس انت في النهايه هنتقابل في نفس المكان ده. افتكره كويس قوي وانت بتذاكر ان شاء الله. المكان ده في نيوكاسل زي ما قلت لكم، في حي اللي هو ويكم اذا كنت انا بنطقه صح، وده المكان للكورنيش. بس يلا، السلام عليكم. ما تنساش تعمل اشتراك بقى ولايك والكلام الجميل ده.